ازيكم؟ انا هشام اتش، والنهارده انا طالع فيديو بجاوب على اسئله المصورين اللي بعتوها لي على كوميونتي اتش لاب. وده كوميونتي واتساب انا عامله عشان اساعد بيه المصورين المبتدئين واللي من الصفر والمتوسطين والمحترفين في ان هو اي سؤال محتاج يساله مش لاقي له اجابه هيلاقي لها اجابه عندي في الجروب ان شاء الله. وده اول فيديو احنا بنجاوب فيه على اسئله الناس سالتها يوم 27/5/2025. فانا طالع اجاوب على الاسئله دي ان شاء الله تفيدكم وتفيد الناس اللي في الجروب، وما تنساش تقرا الديسكريبشن. اول سؤال معانا: ازاي بفلتر الصور على اللايت روم؟ دلوقتي لو انت حطيت اوردر على اللايت روم، الاوردر ده مثلا بصوا واصل معاك ل 777 صوره، فانت منزل اوردر على اللايت روم، اوردر كبير جدا وعايز تصفي الاوردر. فانت لو اول مره تفتح اللايت روم او انت مش بتتعامل على اللايت روم، فممكن تلاقي كلمه فلتر دي مقفوله، دوس بس عليها. بتلاقي عندك نجوم ستارز وعندك الوان، دي التول اللي احنا بنفلتر بيها الصور على اللايت روم. فهتعمل ايه؟ انت دلوقتي بتقلب في الاوردر كده، طبعا انا فاتح اللايبراري هنا، فبقلب في الاوردر فلقيت مثلا على سبيل المثال ان الصوره دي مش عجباني، فبروح اديها لون ايا كان بقى اللون اللي انت عايزه. يعني دلوقتي انا عندي النجوم من اول 1 2 3 4 5، فانا ان يعني مثلا الصوره دي انا مديها 5 نجوم، دوست على رقم 5 في الكيبورد اداها 5 نجوم، دوست على رقم 2 اداها نجمتين. طيب الالوان عندي بتبدا من اول رقم 6، يعني لو دوست على رقم 6 في الكيبورد هيلون احمر، دوست على 7 هيلون اصفر، دوست على 8 هيلون اخضر، وهكذا. فانا كهشام بكنسل الصور الوحشه باللون الاحمر. يعني على سبيل المثال الصوره دي مش عجباني، هدوس 6 في الكيبورد هتبقى على لون احمر، ودي مش عجباني، ودي مش عجباني، ودي مش عجباني. فانت بتقلب في الاوردر بتاعك كله وتدوس باللون الاحمر تكنسل كل الصور اللي شايفها مهزوزه متكرره وحشه، لحد ما ما تخلص الاوردر. ترجع بقى تروح جاي دايس على اللون الجراي ده. يعمل ايه؟ هو بيهدن كل الصور اللي انت شلتها باللون الاحمر، ويسيب لك اللون الجراي بس. فاحنا كنا مثلا الاوردر بتاعك 1000 صوره وانت شلت 100، هيبقى لك كام؟ هيبقى لك 900 صوره في اللون الجراي. طب لو انا عايز ارجع يا اتش للصور اللي انا شلتها من على اللايت روم اللي هم اللون الاحمر تاني، ارجع دوس على اللون الاحمر تاني فيظهر لك الصور اللي باللون الاحمر. طب يا اتش لو انا دلوقتي عايز اجيب الصور اللي انا شلتها بس، او اللي انا كنت فاكرها متكرره عشان العروسه كلمتني او الشخص كلمني وعايز اشوف الصور، شيل الجري وسيب اللون الاحمر بس، فيظهر لك الصور اللي باللون الاحمر بس اللي انت علمت عليها. لو دوست على اللون الاحمر كده فهو كده هيظهر لك كل الصور، سواء بقى جراي احمر، كل الالوان هيظهرها لك. دي كده طريقه الفلتر اللي موجوده على اللايت روم، ان انا مش بمسح الصور من جوه في الجهاز بتاعي، لا انا بحط الاوردر كله على اللايت روم وانا بفلتر منه. الصور اللي مش عايزها ممكن انا جوه دماغي، يعني كل واحد بيبقى عامل سيستم جوه دماغه. والله الصور اللي انا بكنسلها بحب اكنسلها بالاحمر، والله الصور اللي انا مثلا شايف ان هي قويه جدا وعايز انزلها بوست على السوشيال ميديا، انا بحب اديها ريت 5 نجوم، فعلم على ال5 نجوم كده. بعد كده لما بفتح الكتالوج تاني وارجع ادوس على ال5 نجوم، بيجيب لي الصور اللي هي انا عامل لها ريت بال5 نجوم بس. على فكره لو انت في الكاميرا بتاعتك وانت بتصور صور واديتها ريت، لما بتيجي تفتح على اللايت روم الريت بيظهر لك هنا على طول. يعني انت مثلا بتصور شوت وهم ماشيين في السكه، فعلمت على 3 صور، دول احلى 3 صور من ال40 صوره اللي انت صورتهم. لما تيجي تفتح الاوردر ده على اللايت روم بيظهر لك ان الصور دي متعلم عليها بالريت، فمجرد بس ما تروح تحط الريت اللي انت حطيته على الكاميرا، مثلا انت ريتها ب2 ستارز، هتلاقي الصور اللي هي متريته ب2 ستارز بس اللي طلعت لك، وصلت لك كده. فده كده الريت بتاع الايه، بتاع الفلتريشن بتاع اللايت روم. تالت سؤال معانا: لو معايا اكتر من كاميرا، في مصورين بينزلوا الاوردر بتاعهم بيكون معاه كذا كاميرا، يعني لازم مثلا هو مين شوتر بيصور بسوني، مع المساعد بتاعه بيصور بكانون، وهكذا. ففي اكتر من كاميرا، فانت عندك اوبشن في اللايت روم هنا اسمه كابتشر تايم. كابتشر تايم ده الديفولت بتاع اللايت روم، بحيث ان انت لو انت مصور صورة الساعة 7 وزميلك مصورها 7 ودقيقة، فانت صورتك بتظهر قبل صورته. تمام كده؟ طب والله يا اتش لا انا محتاج اخلي كل كاميرا تجيلي بالترتيب عشان خاطر البروفايلات متلخبطه، وانا مش عارف الون كده ان كل صوره بكاميرا مختلفه. هتعمل ايه؟ تروح جاي رايح عامل فايل نيم.
فايل نيم دي او فايل نيم دي بتعمل ايه بقى؟ بتجيب لك كل كاميرا لوحدها. فهنا دي كل كاميرا لوحدها، دي كاميرا لوحدها، ودي كاميرا لوحدها، وكل كاميرا لوحدها. طيب لو انت عملتها لو عندك مثلا اوردر في فايل اكستنشن دي، لو انت عندك اوردر مثلا مصور جيبك متصور رو، يعني لو عندك اوردر جيبك بيتحط في خانه لوحده، ولو عندك اوردر رو بيتحط في خانه لوحده. يعني انت مثلا لو مصور صوره رو، صور رو، والمساعد اللي معاك مصور جيبك، فلو عملت فايل اكستنشن دي، لا انت كاميرتك بتيجي لوحدها، الرو كله ورا بعضه في التايم لاين هنا، والجيبك كله ورا بعضه في التايم لاين هنا. فانا بفضل لو انت الكاميرات بتاعتكم كلها واحده، خلاص اشتغل كابتشر باي تايم. لا والله كل كاميرا مختلفه ومحتاجه لون مختلف وايديت مختلف، خلاص اشتغل فايل نيم، بحيث انت مثلا تخلي السوني جاي كله ورا بعضه، بعد ما السوني تخلص هيبدا في الكانون، هيبدا في النيكون، وهكذا. ودي كده الطريقه الجميله اللي اللايت روم عاملها للمصورين. سؤال معانا، ازاي بحط فلير في اللايت روم وازاي بحركه؟ دي صورة بيفور اند افتر اهي. البريسيتات دي من البريسيتات اللي كنت ضايفها على جروب الواتساب، لو انت مش معانا هسيب لك الجروب في الديسكريبشن. البريسيت بتاعت الفلير برضو هسيبها لكم في الجروب عشان الناس اللي هي مش معاها الفليرز دي بتبقى فلير شمس جاهزة بنقدر نضيفها في اللايت روم. فالفلير اهي، دي مثلا لو انا حطيت فليرز شمس كده بالشكل ده، سابت حمل اهو، دي كل دي انا اشكال فلير بالشكل ده كده. بصوا كل دي اشكال فلير اهو. فمثلا لو انا حطيت اتش رينج ده اهو، دوست عليه كده، بيظهر لي فين بقى؟ بيظهر لي في الماسكات هنا. بحركه ازاي؟ كليك بس كده عليه اهو، هتلاقي ظهر لك الشكل ده اللي هو الماوس دي اهو. بصوا كل دي اشكال اهو. بصوا شكل النجمة نفسها اهو، السنتر بتاعها اهو. كليك بس عليها بالماوس وحركها، تتحرك معاك ايا كان بقى، بس هي ما بتصغرش وما بتكبرش، تعرف تحركها بس من مكانها. فانا لو عايز اخليها كده اهو. طب لو عايز امسح جزء منها، بتروح على سبستراكت برش وتمسح جزء منها. كذلك لو انا مثلا جيت حطيت فلير اهو، الفلير ده ضفته، هيظهر لي فين؟ هيظهر لك في الماسكات هنا اهو. تحركه ازاي؟ السنتر بتاعه اهو اهو، تحرك اليمين او الشمال اهو بالشكل ده كده. بس هل لو قوته عالية ممكن تقلل الاماونت بتاعه من هنا اهو، بحيث لو انت عايز تخليه سنة بسيطة مثلا. فده كده اجابة السؤال التاني اللي معانا، ازاي بنحرك الفلير بتاع الشمس في اللايت روم. سألوا لو انا دلوقتي مصور ومعايا اوردر كبير جدا وعايز ابعته لحد بره يعمل له اديت، فانا معايا اوردر كبير يا اتش، معايا اوردر داخله في 15 جيجا ولا في 20 جيجا، اكيد مش هرفع للاديتور 20 جيجا عشان يعمل لي الاوردر بتاعي. ايه الحل؟ ودي هاك بيستخدمها المصورين الكبار، اللايت روم عاملها لنا عشان اقدر ان انا ابعت لحد الاوردر بتاعي يشتغلوا وبمساحه قليله جدا جدا جدا. بعمل ده ازاي؟ هتروح جاي رايح الاول عامل فايل نيو كاتالوج، هتعمل كاتالوج خاص للاوردر ده وهتسميه كاتالوج نيو مثلا، او كاتالوج محمد وآية، كاتالوج فور اديتور. هتلاقي اللايت روم بيقفل ويفتح تاني. وطبعا الكاتالوج ده وانت بتعمله بتكريته زي ما انا بكريته كده، حطه في نفس الفولدر بتاع الفرح افضل يعني. بعد كده هتروح جاي رايح جايب فولدر الفرح اللي انت عايزه مثلا اهو، تسحبه كده. التريكس بقى فين؟ ان انت قبل ما بتعمل امبورت هتروح جاي رايح معلم على كلمة بيلد سمارت بريفيو. مجرد ما تعلم عليها وهو هنا يحمل فوق، تروح كده رايح على المكان اللي انت حاطط فيه الكتالوج بتاعك اللي انت كريته، اللي هو هنا اهو كتالوج نيو. بتلاقي ايه بقى سيد الفاضل؟ بتلاقي كتالوج نيو الازرق، وبتلاقي جنبها حاجه ظهرت جديده كده اسمها كتالوج نيو سمارت. الاتنين دول انت بتحطهم في ملف مضغوط كومبريس اهو. ده كده، ده كده انت جاي رايح مديه للاديتور. بص ده حجمه حاجه عبيطه جدا يعني، جيت انفو، بص
حجمه 1 ميجا من اوردر اصلا ممكن يكون واصل له 20 جيجا ولا 15 جيجا. ده هو لما يجي يفتحه هيفتح معاه، لما يجي يفك الضغط بقى الاديتور هيفتح معاه الاتنين دول. مجرد ما يفتح معاه الاتنين دول ويشغل الكتالوج هيظهر له الصور على اللايت روم، هيعمل اديت ويعمل كل حاجه ويشتغل ومش عارف ايه وكله تمام. بس هو لو عمل اكسبورت اخره ان الصوره بتطلع معاه اكسبورت 1 ميجا، ما يقدرش يطلع الصور هاي كواليتي بالكواليتي بتاعها الاصلي. مين اللي يقدر؟ اللي معاه السورس. فهو بعد ما يخلص اديتنج على الاوردر بتاعك كله، يرجع تاني يسلكت عليهم ويحطهم في ملف مضغوط ويرجع يبعتهم لك، وانت ترجع تفك الضغط وتفتح الكتالوج اللي هو بعته لك. الاوردر هيفتح معاك كله بالاديتنج اللي الاديتور عمله، وترجع انت بقى تشوف عايز تراجع عايز تعمل اكسبورت وهكذا. بس كده خلصنا، وبكده بجاوبت على اول 4 اسئله جولي في الجروب. ان شاء الله تكون الاجابات دي فادتكم. ولو انت عندك اي سؤال مش لاقي له اجابه في الايديت او في التصوير، ادخل على الجروب دلوقتي، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن تحت. ادخل اسال، الجروب مساحه امنه، تترددش متتكسفش انك انت تسال، وهنجاوبك. سواء انا كنت هجاوبك بنفسي او حد من الزملاء المحترمين اللي موجودين صحابك هيجاوبوك ان شاء الله. الجروب ده انا عامله بعيدا عن الدوشه، بعيدا عن اللي فيه بحر معلومات في السوشيال ميديا، ما حدش عارف يسال ازاي ولا يعمل ايه، الاجابه دي هتليق عليه اصلا ولا مش هتليق. ان شاء الله الجروب ده يكون نقله نوعيه لكل الفوتوغرافرز اللي متابعيني من مصر وبره مصر. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. ما تنساش تسيب سؤالك جوه الجروب.